Hello everyone, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله المتابعين الأعزاء، كيف الحال؟ شو الأخبار؟ حلم الأحنف بن قيس، هذا الرجل كان عظيما في الصبر والحلم والأناة ورفضه للانتقام حتى مع أعدائه. من قصصه المشهورة أنه كان جالسا بأحد الأسواق فمر عليه رجل معروف عنه بسرعة الغضب وشدة البأس، فقام بسبه وتعنيفه وشتمه بأعظم العبارات وأقبحها، فما كان من الأحنف بن قيس إلا أن قال له: إن كنت صادقا فيما قلت فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فيما ادعيت فغفر الله لك. طبعا الرجل أصيب بالصدمة ولم ينطق بكلمة. ماذا نستفيد من هذه القصة؟